هل الفيزيا صعبة؟ والله بُص، هي الفيزيا مش صعبة عشان أنت قدراتك ضعيفة، أو عشان أنت مش بتفهم، لأ، الفيزيا صعبة عشان أنت بالضبط عامل زي لاعب الكورة اللي راح يلعب بادل أو تنس، وفاكر نفسه إنه هيعرف يلعب، بس هو في الحقيقة مش عارف يلعب ليه؟ لإنه مش عارف قواعد اللعبة، هو مش عارف أصلًا في الأساس إزاي المضرب بيتمسك. فده بالضبط اللي بيحصل مع الناس اللي بتيجي تكون مذاكرة كويس أوي طول السنة، أو بالنسبة له إنه مذاكر كويس أوي وقاعد بالساعات كتير بيذاكر، وفي الآخر بينقص كتير، مع إنه بيذاكر، بس الفكرة هنا إنه كان بيذاكر بعشوائية. فأنا في الفيديو ده إن شاء الله يعني مش جاي أقول لك بُص أنت تذاكر 10 ساعات، أنت تعمل اللي عليك وهتنجح، مش جاي أدّيك نصايح تنمية بشرية والله أنا جاي أدّيك السيستم أو النظام اللي أنت هتمشي عليه، واللي أنا مشيت عليه قبل كده وجِبت 58 من 60 في الفيزيا، واللي لسه باستخدمه لغاية دلوقتي في المواد عندي في الكلية. السلام عليكم، أنا محمد إبراهيم العباسي، طالب في تانية طِب، والنهارده جاي أكلمكم إن شاء الله عن الفيزيا يعني. ليه باكلمكم بالذات عن الفيزيا؟ لإن أنا كنت باحب الفيزيا جدًا، ولإن الفيزيا ناس كتير جدًا بتخاف منها مش عارف ليه، مع إني كنت باحبها، أنا كنت باخاف من الكيميا أكتر من الفيزيا صراحةً أصلًا. فأول حاجة وأهم حاجة في الفيزيا، خلّينا نخش على طول يعني في الموضوع، إنك قبل ما تفتح الكتاب أصلًا، قبل ما تذاكر المفروض تكون عارف أنت هتتحاسب على إيه في آخر السنة، أنت تكون الامتحان بتاعك دوّة هيكون إيه هو اللي جوّاه. فتعال نشوف توزيعة الامتحان بتاعنا اللي بيتكون من 46 سؤال بالضبط، 32 سؤال منهم MCQ بدرجة واحدة أو اختيار من متعدد يعني درجة واحدة، ودي غالبًا أسئلة مباشرة بتقيس الفهم السريع واللي بتتحل من أول نظرة لو أنت مذاكر. في 12 سؤال تاني MCQ أو اختيار متعدد برضه يعني بدرجتين هنا بيبدأ شوية اللعب، تكات بسيطة، تريكات، ربط ما بين شابترين مع بعض أو فصلين مع بعض يعني، أكتر من قانون مع بعض وهكذا. وقليل أوي لمّا بيربط بين الحديثة والكهربية. في بقى 4 درجات تانيين هنا فاضلين وهُم السؤالين المقالي، كل سؤال منهم بدرجتين. يعني لو بصينا على الامتحان من برّه كده، هنشوف يعني إن هو تقريبًا 85% بيعتمد على سرعتك في الاختياري، وال15% الباقيين بيقيسوا من عمق الفهم بتاعك، والخطوات والترتيب والمنطقية بتاعتك في حل الأسئلة. فنعمل إيه بقى عشان نلم ال60 درجة دول بالضبط؟ لازم نقسّم المنهج أو طريقة مذاكرتنا، لازم نقسّم طريقة مذاكرتنا ل3 قواعد واقعية يعني وأساسية. أول قاعدة وأهمهم واللي أنا باسميها وهم القراءة. ليه وهم القراءة أو القراءة عامةً الوهم في الفيزيا؟ بُص، يعني أنت قاعد 4 ساعات مثلًا بتذاكر الفيزيا، أنت ماسك الكتاب أهوّة، ماسك كتاب الوافي أو كتاب الامتحان مهمًا كان مصدرك في المذاكرة، وقعدت تقرأ، أقرأ، أقرأ، أقرأ. إيه مدى استفادتك بقى من الموضوع دوّة؟ أحب أقول لك إنك 20% بس اللي استفدتهم، وفي 80% تانيين حرفيًا ضايعين، لإنك ما حليتش. الحل بيمثل 80% من الدرجة اللي أنت بتجيبها في الفيزيا. فبما إن الفيزيا مش مادة قراءة، لو أنت خصصت 4 ساعات اليوم في الفيزيا مثلًا، منهم هيبقى 45 دقيقة بس لفهم الدرس والقوانين وتحفظها والكلام ده. 3 ساعات وربع باقيين هتقعد تحل، لأن الحل الكتير هو اللي بيكشف لك أسئلة وأفكار جديدة بعيدة عن إدراكك، بيكشف لك قوانين أصلًا ممكن تستنتجها وتستنبطها تسهل عليك حل أسئلة كتير بالذات في الMCQ. القاعدة التانية وهو اللي أنا باسميها الاسترجاع النشط، أو أي حد بيسميها الاسترجاع النشط أو الactive recall يعني. إيه هو الactive recall؟ إنك بُص، بتجبر مخّك إنه يسترجع معلومةٍ ما عن طريق معلومة تانية، مش إنك بتبُص للمعلومة وتقول لمخّك إن أنا فاكرها، لأ، ده اسمه استرجاع غير نشط، أنت بتوهم نفسك بس إنك عارف المعلومة، ولكن في الحقيقة أنت مش عارفها. فالاسترجاع النشط بقى بيعمل إيه؟ بتاخد مثلًا قانون زي قانون المقاومة اللي هو R بيساوي ρ E L على E مثلًا، وتقوم مغطي على الL دي، وتبُص كده، أنا معايا R بيساوي ρ E مربع كده على إيه، إيه هو المربع ده، إيه هو الحاجة اللي ناقصة هنا، تقعد تفكّر شوية لغاية ما تجيب الL، فأنت كده أجبرت مخّك إنه يبُص للقانون، حفظ القانون، حفظ إيه الحاجة اللي ورا القانون اللي هو الL، فأنت بقيت حافظ القانون ككُل اللي هو R بيساوي ρ E L على E. القاعدة التالتة بقى هي إيه، ال404. تقول لي يعني إيه 404؟ هاقول لك دي الأسئلة اللي أنت بتغلط فيها، لازمًا تعلّم عليها، تعمل لها highlight، تكتبها في كشكول خارجي، ورقة خارجية لو أنت من الناس اللي بتحب الكتابة. وتبُص لها في آخر ليالي الامتحان، لإنك ليالي الامتحان مش هتقعد تمسك مثلًا الكتاب بتاع الشرح وتمسكه لي كده وتقعد تقلِّب، لأ ما فيش وقت، ولو في وقت أنت مخّك مش هيستوعب الكمية دي في الوقت ده. فأهم حاجة في الأيام ديّة يعني، إنك بتبُص كده تشوف إيه الأسئلة اللي أنت غلطت فيها، أصلًا هتبقى يعني أوفى بكتير من إنك تراجع الامتحان، تراجع قصدي المنهج تاني. ليه؟ عشان وأنت بتعمل كده أنت بتشوف أفكار كتير، بتشوف نفس المنهج بس متكبِّس على بعضه أو متجمّع على بعضه، فبتشوف كل الأفكار دي في مكان واحد، فده أحسن بكتير جدًا بالنسبة ليّا، بالنسبة لناس كتير برضه، من إنك مجرّد بس تقرأ الكتاب يعني.
تعالَ بقى نشوف المشكلة بتاعة المقالي، أو هي مش مشكلة، الناس بتعتبرها مشكلة لإنهم ما بيحلّوش مقالي طول السنة، وجايين خايفين بقى من ال4 درجات بتوع المقالي اللي في الامتحان ده. بُص، المقالي مش سهل، بس المقالي مش بيختبر الناتج النهائي بس، ودي حاجة كويسة على فكرة، هو بيختبر تسلسل الأفكار، بيختبر خطواتك، فدايمًا اكتب المعطيات قدامك، القانون المستخدم أو القانون اللي أنت هتستخدمه، كده أنت أول إيه، سطرين معاك مثلًا، أنت قُلت له إن دي المعطيات اللي معايا في المسألة ديّة، ده القانون اللي أنا هاستخدمه، حلو، بعدين هتقعد تعوّض بالترتيب، حتى لو الناتج طلع معاك غلط في الآخر، فأنت بتاخد درجات على الخطوات دي. وبالنسبة للفيزيا الحديثة اللي الناس تقعد راكناها وتيجي في آخر شهر بس ديّة تفتحها، إحنا في آخر شهر بس يعني بيس أنا باعرّفك غلطك فعلًا أو لو أنت عملته. الفيزيا الحديثة هي طوق النجاة بتاع معظم الناس، هي بتجيب درجات كتير من الهوا، حرفيًا درجات فعلًا كتير من الهوا، درجاتها مضمونة أوي لإنها أسئلة مباشرة ومعظمها بييجي في ال32 سؤال أبو درجة واحدة، فما تسيبهاش للآخر وتكروتها بالله عليك، حِل عليها زي الأسئلة بتاعة الكهربية بالضبط. ففي الآخر يعني ال60 من 60 في الفيزيا مش محتاجة واحد عبقري، مش محتاجة الطالب العالمي اللي هو أوائل الجمهورية دوّة، لأ، وما فيش فرق ما بينك وما بين أوائل الجمهورية غير إنهم بس ركّزوا وحلّوا كويس، هي محتاجة طالب منظَّم، عنده ثبات انفعالي، عنده استراتيجية كويسة أو نظام كويس يقدر يتّبعه طول السنة، يقدر يمشي بيه في اللجنة برضه في الامتحان، وفي ليالي الامتحان إنه يحل بيها النماذج ديّة، عشان اللي أنت هتعمله في ليالي الامتحان هو اللي هتخش تعمله في الامتحان ذات نفسه. ف في النهاية يعني التعب اللي أنت بتتعبه عامةً أو التعب اللي أنت تعبته طول السنة والضغط وكل الكلام دوّة هيهون أول ما تطلع النتيجة، هتهون أول ما تخلّص عامةً قبل النتيجة كمان، هتلاقي نفسك راضي عن نفسك ومتطمن إنك خلاص عملت اللي عليك والكلام ده كله، إنما لو ما عملتش اللي عليك هتفضل متوتر لغاية ما النتيجة تطلع وكل ده. ففي الآخر يعني أهم حاجة إنك تشتغل بذكاء مش بس بمجهود، بالنظام بتاعك، وربنا معاكم وربنا يوفقكم إن شاء الله في الامتحانات اللي جاية لكم. ولو حد عنده أي سؤال، أي استفسار في الcomments إن شاء الله وهارُد عليه أو في السوشيال ميديا اللي موجودة في الdescription بتاع القناة. شكرًا ليكم.